أصحاب الدايت أنصحكم لا تكملون هذا الفيديو ولا تشاهدونه، لأن هذا الفيديو ممنوع عنكم، ما راح تتحملون. أكيد راح تجربون هذا الحلا، لأن الحلا مالته دمار. تحلية سهلة وبسيطة وتجنن. نبدأ بالمقادير ونقول بسم الله. هنا أنا عندي كيكة مسويتها كلش خفيفة، تقريبا كوب وربع من الطحين. قدرت أسوي كيكة بالبايركس، قدرت أسوي طبقتين، بس هنا أنا جهالي قالوا لي لا ماما ما نريد هاي الكيكة بالبايركس، وصحيح أنا دائما أسوي بالبايركس، فراح أسويهم بالكوابة. كوبين ونص من الحليب، وخليت عليه 3 ملاعق كبار من السكر، وملعقتين كبار من الطحين الأبيض، وظرف من الفانيلا، ونخلي عليه علبة قشطة، ونخلطه على البارد. خلطه كل زين لحد ما يذوب عندي حبات الطحين والسكر والفانيلا. وإذا حابة تضيفين ملعقة زبد تضيفي، راح تكون نكهته كلش حلوة. خليته على النار، وهنا بعد ما صار عندي ثخين بهذا الشكل جبته. طبعا هنا أنا سقيت الكيكة لأن كنت ناوية أسويها بالبايركس، بس بعد قالوا لي سويها بالكوابة، فلازم أنا ما أسقيها إلا بعد ما قطعها. بس المهم قطعتها وسويتها بهاي الشكل، وراح أنزلها بالكوابة. وكل كوب نحط بيه قطعة من الكيك. وتقدرون تستخدمون بسكت أو أي كيك متوفر عندكم بالبيت، مو إلا نفس الكيك اللي موجود عندي، بسكت أو كيك جاهز. هنا أنا راح أضيف عليه طبقة من الخليط الأبيض اللي سويناه كلش طيب. هذا الخليط الأبيض العفو، وأطيب من النشا، فإذا حابين تضيفون نشا ضيفوا، بس الطحين أطيب من النشا. وهنا نزلنا عليه هذا الخليط الأبيض على الكيك، ونرجع مرة ثانية نخلي عليه قطعة من الكيك. يعني راح نخلي 3 طبقات من الكيك، ونرجع نخلي عليه طبقة من الخليط الأبيض اللي سويته وياكم. طبعا تحلية كلش طيبة. طبعا هنا صدق أنا تعباني، لأن من كوب الكوب، وكل مرة أسوي أني بالبايركس يصير وياي كلش سهل وسريع. هنا تأخرت بيه بس صار شكله حلو. وأكيد هنا الطبقة الثالثة والأخيرة خلينا بسكت، وراح يعني نضيف عليها النوتيلا، نضيف كمية كلش هواي حتى تصير عندي طبقة عالية من النوتيلا. وهاي النوتيلا أكيد أنا مسويتها وياكم بالفيديوهات السابقة. تقدرون، وعندي طريقتين من النوتيلا، الباردة والحارة. هاي من الطرق الحارة اللي على النار سويناها. وهنا سويت لي 14 كوب، وهذا الكوب الدبل كلش جمعت بيه فتات الكيك أو حافات الكيك اللي بقت. شوفوا لي هنا أنا بعد ما برد نص ساعة بالثلاجة أكيد، وانتم كل ما تتركونه يبرد أكثر راح يتماسك وياكم أكثر. حلا كلش طيب ولذيذ وسريع، أنصحكم تجربونه. إذا عجبتكم هاي الكيكة أو الحلا البارد لا تبخلون علي بالمتابعة والأكس بلور. إن شاء الله ألتقيكم في فيديوهات جديدة، ومع السلامة.